كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. اعرف باسوردك هيتكسر في كام ثانية. الأداة دي بتختبر الباسورد بتاعك وتقول لك عدد مرات التخمين للوصول للباسورد ده او لكسر الباسورد يعني، والوقت المستغرق. ده ملف بايثون، ده اللي انا هنفذه، ده انا عامله. طبعا انا شرحت قبل كده في فيديو سابق ازاي تعمل ملف بايثون وتحط فيه الاوامر اللي انت عايزها. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو بيشرح لك الموضوع ده، وهسيب لك ملف البايثون ده في الديسكريبشن تحت تحمله. اول حاجة هكتب ديسكتوب عشان خاطر الملف ده موجود على الديسكتوب، وعشان انفذ الملف ده هكتب بايثون 3 وجنبه اسم الملف. بيقول لي دخل الباسورد، هكتب له 1 2 3 4 5 باسورد بسيط. بيقول لي ان طوله 5 والنوع ارقام. عدد المحاولات 100,000 محاولة. القوة ضعيف. الوقت هنا بيكون على حسب قوة الجهاز اللي بينفذ التجارب دي، وهل الهاكر هينفذ مجموعة تجارب مع بعض بالتوازي؟ يعني مش هيجرب باسورد، ممكن يجرب 10 في نفس الوقت، فالسرعة طبعا بتختلف، فالوقت هيختلف. هنا لو أبطأ حاجة، وهنا لو أسرع حاجة، وهنا الوسط ما بين الاتنين. هنا بيجيب لي الوقت بالسنين والشهور والأيام والساعات. نشوف باسورد تاني، ادمن 1 2 3 4. دي عدد المحاولات. القوة متوسطة. هنا لو أبطأ حاجة، وهنا لو أسرع حاجة، وهنا الوسط ما بين الاتنين. وهنا أسرع حاجة بيقول لي هتبقى يوم و13 ساعة. نشوف الباسورد بتاعي كده اللي أنا عامله للجيميل بتاعي. أنا عامل باسورد كبير جدا، باسورد كومبلكس، ودي مواصفات الباسورد الكومبلكس: حروف كابيتال، حروف سمول، أرقام، رموز، وعدد الخانات يكون كتير. فشايفين كده عدد المحاولات هيبقى عدد ضخم جدا. وأسرع حاجة شايفين كده كام سنة؟ ده لأن الباسورد كومبلكس.